الألم كلمة قصيرة، لكنها تحمل أثقل تجربة إنسانية. لا يوجد إنسان مر بالحياة دون أن يتألم، سواء اعترف بذلك أو أنكره، سواء واجهه أو هرب منه. الألم ليس استثناء بل قاعدة، ومع ذلك نقضي حياتنا وكأن الألم خطأ في النظام. نغضب لأنه حدث، نرفضه لأنه موجود، ونسأل: لماذا أنا؟ لماذا الآن؟ لماذا بهذه القسوة؟ لكن الفلسفة الرواقية تبدأ من نقطة مختلفة تماما. لا تسأل كيف أتجنب الألم، بل تسأل كيف أعيش بكرامة رغم الألم. الرواقيون لم يعدوا أحدا بحياة سهلة، بل قالوا بوضوح: الحياة صعبة متقلبة ولا تسير وفق رغباتك، لكن هذا لا يعني أنك بلا قوة. إبيكتيتوس الذي عاش عبدا كان يقول لتلاميذه: لا تطلب أن تكون الأحداث كما تشتهي، بل تعلم أن تشتهي الأحداث كما هي. وهنا يتوقف كثيرون ويقولون: هذا كلام قاس. لكن الرواقيين لم يقصدوا القسوة بل الواقعية. لنسأل سؤالا صريحا: هل الألم يختفي لأنك ترفضه؟ هل الخسارة تعود لأنك تصرخ؟ هل الموت يتراجع لأنك غاضب؟ الإجابة واضحة: الرواقي لا يضيف ألما ثانيا إلى الألم الأول. وهنا نصل لواحدة من أهم أفكار الرواقية: الألم لا يصنع المعاناة، بل تفسيرك للألم. الألم قد تخسر عملك وهذا مؤلم، لكن عندما تقول: أنا فاشل، انتهت حياتي، لن أحترم مرة أخرى، هنا بدأت المعاناة. قد تفقد شخصا تحبه وهذا موجع، لكن عندما تقول: لا أستطيع العيش بعده، لن أجد معنى مرة أخرى، هنا تحول الألم إلى سجن نفسي. الرواقي لا يمنع نفسه من الحزن، لكنه يمنع نفسه من تضخيم الحزن حتى يبتلعه. ماركوس أوريليوس كتب: لا تجعل من خيالك جلادك، يعني لا تسمح لأفكارك أن تعذبك أكثر مما يفعل الواقع. الرواقي عند الخسارة يقف وقفة داخلية ويقول: ما الذي حدث؟ ما الذي خرج عن سيطرتي؟ وما الذي ما زال في نطاق اختياري؟ قد لا تملك تغيير الحدث، لكن ما زلت تملك كيف تتكلم، كيف تفكر، كيف تتصرف، كيف تحافظ على نفسك. وهنا تستعيد قوتك. الرواقي لا يقول: أنا ضحية، لأن هذه الكلمة تسلبه ما تبقى له. هو يقول: أنا مسؤول عن رد فعلي، وهذا يمنحه مساحة للحرية حتى وسط الألم. الرواقية تعلمك أن الألم لا يختبر قوتك الجسدية، بل قوتك الأخلاقية. هل ستكذب لتنجو؟ هل ستظلم لتنتقم؟ هل ستقسو لأنك تألمت؟ أم ستخرج من الألم وأنت ما زلت إنسانا؟ وهنا نصل لنقطة دقيقة جدا. الرواقي لا يستخدم الألم ليتفاخر بالصبر ولا ليبدو قويا. هو لا يقول: انظروا كم أنا صلب، بل يقول: دعني أكون صادقا ومتزنا. الرواقي أيضا يعرف أن الشفاء ليس خطا مستقيما، قد تتقدم خطوة ثم تتراجع 2، وهذا طبيعي. الرواقية لا تطلب الكمال بل الوعي. هي لا تقول لك: لا تحزن، بل تقول: احزن، لكن لا تهدم نفسك وأنت حزين. في لحظات الألم قد تفقد ثقتك في العالم، لكن الرواقي يحاول ألا يفقد ثقته في نفسه، لأن الإنسان الذي يفقد نفسه لا يملك ما يستند عليه. الرواقية لا تسألك أن تحب الألم، بل أن تفهمه، ولا أن ترحب بالخسارة، بل أن تمر بها دون أن تدمرك. في النهاية، الرواقي لا يخرج من الألم وهو سعيد، لكنه يخرج وهو سليم من الداخل. وهذا في حد ذاته انتصار. في الفيديو القادم سنتحدث عن خوف يشترك فيه الجميع: الخوف من رأي الناس، ولماذا هو سجن اختياري. كان هذا صوت الرواق، الحرية من الداخل.